تدوا على راسكم في البيت، تفكروا، تقولوا زعما الناس اللي كيديروا شي حاجه هما ما باغينش يديروها اصلا. السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير على خير ان شاء الله. المهم، هذا الفيديو صراحه عرفتي الواحد فاش كيبدا يصور شي فيديو عاد كيفكر شنو يقول هو يعني. المهم صراحه هذا النهار، هذا الفيديو ماشي هذا النهار، هذا الفيديو غنهضروا على جوج حوايج. ما ديوش على هاد البطونه اللي كاينه في عيني. ناط ليا من الفيديو اللي فات صور ولا ما نصورش، وقلت صافي غادي نصور. واو. هادشي اللي طرا، هادي القصه. كنت جالس ما بيا ما عليا حتى قلت انوض نصور فيديو واخا هكا. كنت زعما اول نتسنى حتى تحيد. المهم هانتوما نوض هكا، تخيلوا صافي ركزوا على هاد الجهه، نساو هادي. المهم اليوم غنهضروا على جوج حوايج. الحاجه الاولى للناس اللي ما عارفين شنو باغين، ما عارفين شنو باغين في الحياه ولا ما عارفين شنو باغين يديروا. وثاني حاجه للناس اللي كيديروا شي حاجه وهما ما باغينهاش. for example me. so the first thing first، الناس اللي ما عارفين شنو باغي. اول حاجه تحياتي ليكم حينتاش ما عرفتوش شنو باغيين لحد الان. ولكن صراحه خاصكم تجلسوا مع راسكم، تدوا على راسكم في البيت، تفكروا، تقولوا دابا انا فاش كنرتاح، شنو هي الحاجه اللي فاش كنديرها كنحس بالراحه وانا مرتاح. خليونا من داك الضحك الباسل ديالكم تقولوا داك كنرتاح فاش كنكون ناعس. لا دابا فاش تكونوا نتوما جالسين مع راساتكم ولا مع شي حد من صحابكم وكديروا شي حاجه وانتوما كتكونوا في ديك الوقيته مرتاحين في ديك الحاجه، راه هذيك الحاجه اللي نتوما باغي. خاصكم ديفلوبيوها كيف ما بغات تكون، حينتاش اصلا الواحد الله يجعل يكون باغي مثلا يكون جالس كيعرف يرسم، باغي يكون رسام، سير بعيد في هذا الدومين هذا. واخا تكون ما عرفتش فين ما كنتي، الا كنتي باغي شي حاجه راه كتوصل. وزيد عليها الا كنتي كتفكر في داك التفكير ديال انا دابا في المغرب وما عرفتش الصراحه واش هادشي غينجح لي، ما عرفتش الا كنت مثلا تزاديت في بلاصه اخرى نقدر ندير بزاف ديال الحوايج. فاك اوف، خاصكم اصاحبي تفكروا بتفكير ايجابي. واخا تكون ما عرفتش فين ما كنتي، واخا تكون الوضع ديالك ما كيسمحش، الا كنتي باغي شي حاجه غديرها، تقاتل عليها وغديرها وان شاء الله غتوصل. واهم نقطه اللي هي تكون بصح باغيها. ف باش تعرف بعدا شنو باغي، كيف قلت لك خصك تجلس مع راسك وما تفكرش بزاف. صافي انا شنو باغي ندير غندير، صافي هادشي هو المهم. يعني فاش تكون جالس مع راسك وكتقول انا كنرتاح في هذه الحاجه الفلانيه، يعني غندير ديك الحاجه الفلانيه، نجلس مع راسي وغندير. وثاني حاجه، ثاني نقطه، زعما الناس اللي كيديروا شي حاجه وهما ما باغينش يديروها اصلا. المهم هاد الهضره غادي نقولها عن تجربه. انت ديجا انا كنقرا في واحد المدرسه ما باغيش نقرا فيها، ولكن في نفس الوقت ماشي السبب انني درتو راسي مشيت قريتها هكا وقلت وصافي انايا تنقرا دابا هنا انا اللي اختاريت. لا، كانوا الصراحه هو شوف، حتى بعض المرات الوالدين كيغلطوا، ولكن في نفس الوقت حنا خصنا نكونوا كان نصلحوا الاغلاط ديالو. كيفاش؟ الا كانوا والدينا كيغلطوا وكانوا كيفرضوا علينا شي حوايج ما باغينهمش، حنا خصنا تو سامبلومون نفكروا في الحلول ديالنا راسنا. كاينش اللي غادي يجي يقول لك ها الحل. وكيفاش تلقى الحل راسك؟ على حساب التفكير، كيفاش كتفكر. وباش تفكر بتفكير زوين خصك دير بزاف ديال الحوايج زوينين. وكيفاش دير بزاف ديال الحوايج زوينين؟ ساهله، دير ديزاكتيفيتي مع راسك. ما لقيتيش معاهم ديرهم ديرهم مع راسك. سير لاصال، صلي واصل شي الصلاه بعدا خصني نحطها في داك الهرم، هي ماشي هي الاولى، فوق الاول. حيت الصلاه اصلا هي كلشي. دعي الدعاء، وهو رمضان الجاي. ما تنساوش بعدا الناس اللي باغيين يشريو الكتاب اللي قلت لكم غتلقاوه في الديسكريبسيون. الا كنتو باغيين شي حاجه وفي نفس الوقت كديروا شي حاجه ما باغينهاش،
لقاو ليها الحل، حيت كلشي كاين الحل ديالو، ما كايناش شي حاجه في هاد الدنيا ما عندهاش الحل ديالها. فخصكم هي تلقاو الحل، تجلسوا مع راساتكم وتفكروا تفكروا تفكير ايجابي بمنطقيه كيفاش نوصل لداكشي اللي بغيت من هاد النقطه اللي انا فيها. كنتي يلاه بهدي ما عندك حتى شي حاجه، حرفيا ما عندك حتى شي حاجه كتعاون باش توصل لداكشي اللي بغيتي. غتوصل الا كنتي بصح باغي، الا كنتي بصح. حيت كاينين جوج، كاينين جوج هضرات. كاين انا باغي نوصل وانا خصني نوصل. خصك تكون من الناس اللي تيقولوا انا خصني نوصل، حيت انا خصني نوصل لا علاقه لها بانا باغي نوصل. كلشي باغي بزاف د الحوايج، ولكن هذاك اللي تيقول انا خصني ندير ديك الحاجه ولا خصني نوصل لديك الحاجه، بالسيف عليه هذاك خصو يوصل. يعني كيدير الحلول ديال الدنيا والدين باش يوصل. هذا الفيديو حرفيا انا ما فكرتش فيه قبل ما نديرو، ولا درت له بلانينغ باش نقول صافي نهضر على هاد النقطه ولا هاد النقطه ولا لا. انا درت الفيديو، شعلت الكاميرا وانا كنهضر، نتوما جالسين بحال راكم معايا كنهضروا كنتناقشوا في مواضيع مختلفه. نقدروا نهضروا في اي حاجه كنتو بغيتوها، الا كتبوا لي في التعليقات نهضروا فيها ان شاء الله. باغي نزيد نجبد لكم موضوع ديال لاصال. بالنسبه لرمضان، الناس اللي كيترينيو خصكم تعرفوا باللي كاينين الناس اللي كيترينيو قبل الفطور والناس اللي كيترينيو مور الفطور. اغلبيه الناس اللي كيترينيو قبل الفطور تيكون الهدف ديالهم باش ينشفوا، باغيين ينقصوا، والناس اللي كيترينيو مور الفطور كيكون الهدف ديالهم باش يزيدوا. ولكن راه في رمضان راه بالسيف اصلا بحال باش تبقى انت هو انت. يعني صعيب شي في رمضان. لوبجيكتيف اللي تيكون هو الاول هو خصك تبقى كيف انت، كيف دخل رمضان كيف خرج. يعني ما تنقصش بزاف، حيت اغلبيه ديال الناس اللي في رمضان، الحمد لله سمحوا لي، اغلبيه ديال الناس اللي في رمضان كينقصوا بسبب الصيام، بسبب ما يعرفوش شنو يديروا. بحال فاش كتحط الماكله كيحطوا له عرض بحالي انا ان شاء الله. وصافي هادشي اللي كاين. بالنسبه للصلاه، عافاكم الناس اللي ما كتصليش، الناس اللي ما كتصليش راه خصكم تصليو، ماشي ما فيهاش نقاش، حيت الصلاه كتقربنا من بزاف ديال الحوايج. وهكا وعاد ابار الناس اللي كيديروا النوافل هذوك تبارك الله عليكم. انا كنهضر على الناس اللي ما تيصليوش اصلا. خصكم تصليو. شوف ما كايناش شي حاجه من غير خصكم تصليو، حيت الصلاه كتقربنا من بزاف ديال الحوايج، كتقربنا لله، وهذه اهم حاجه. باش تولي ديسيبليني على الصلاه ساهله، فاش يأذن الاذان وتصلي. حيت الناس اللي كيجمعوا عليهم الصلاه كيصليوها في الاخر، ولكن نهار على نهار كل نهار كيجمعوا لكم الصلاه، كل نهار كتلقى هذا مجموع عليه الصلاه من الظهر حتى العشاء، نهار على نهار صافي بحال كيكره انه ينوض يصلي وهكا تيقطع الصلاه، عاوتاني تيقطعها في واحد الفتره ومن بعد عاوتاني كيرجع ليها. داكشي علاش خصكم تبقاو فاش يأذن الاذان تصليو حتى راه ميم با 5 دقائق وانتوما ساليتو. بالنسبه لرمضان، رمضان ان شاء الله فاش تشوفوا النوتيفيكاسيون ديالي، وبطبيعه الحال كيفاش ديروا تفعلوا، خصكم تابونا وديروا ابينو، وما تنساوش تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم ديما الجديد. يا ولا شي يقول هادشي علاش في رمضان الا بغيتوا تفرجوا فيا ممكن، حيت ما يكونوش الفيديوهات ديالي فيهم حتى شي اغاني، ما باش انا ما نكونش سبب باش نقص لكم الاجر ولا شي حاجه بحال هكا، بالعكس اي حاجه كانت باش تزيد لكم في الاجر نديرها ان شاء الله. المهم ان شاء الله في الفيديو الجاي غادي نهضر لكم، هذا انا عارفو شنو غادي نهضر عليه من دابا، حيت كنتسناي هذه تبرا باش ندير اللي بغيت. المهم ان شاء الله في الفيديو الجاي غادي نهضر لكم على كيفاش بديت في لاصال، كيفاش كنت وشنو هو الحوايج اللي بصح خلاوني نزيد نتعلق بلاصال وما نقطعش كاع. الحمد لله اليومين هذا ان شاء الله ما ناويش نقطع كاع. شنو هما الحوايج اللي بسببهم قربوني للصلاة وقربوني حتى بزاف وعرفوني على دراري زوونين وبزاف الحوايج. ان شاء الله هادشي اللي غيكون في الفيديو الجاي. وما تنساوش ديروا لايك سبسكرايب و تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم ديما الجديد. وخلاص الا كان عندكم شي موضوع كيف ما كتبوا لي في التعليقات ان شاء الله نهضر عليكم به، واخا ما نكونش كنعرفوا غنجلسوا غنتناقشوا، حنا كنجلسوا باش نتناقش بحال الا جالس مع شي صاحبك في القهوه وكتهضروا.
ما كيهمش فاش. المهم درا كتجبد هضره، هذا هو الكونتوني ديال هاد القناه. صافي بسيطه، كنجلسو كنهضرو، كانت شي حاجه غنناقشوها، وطبيعه الحال ان شاء الله كان شي خرجه ولا شي حاجه غنديكم معايا. ان شاء الله كاين جاي القادم افضل. رب سلامه وتهلاو في راسكم، ما تنساوش لايك.